اهلا وسهلا بيكم. النهارده هكلمكم عن عمليه تدبيس المعده. عمليه تدبيس المعده من العمليات اللي اثبتت فشلها على مدى اجيال. ليه بنقول عليها انها العمليه دي فشلت؟ للاسف عمليه تدبيس المعده هي من العمليات اللي كانت بتتعمل عن طريق الفتح وليس المنظار، وبالتالي المريض كان بيعرض لمشاكل صحيه كتيره قوي من جراء ان احنا بنفتح البطن عن طريق الجراحه وليس المنظار، وما يترتب عليه بقى من تلوث في الجروح او ان يحصل فتح في مكان الجرح. ده غير الصعوبات اللي كانت بتقابل الجراح. المشكله الثانيه في عمليه تدبيس المعده انها كانت مصممه على ان احنا بنعمل جيب صغير من المعده عن طريق التدبيس وليس قص المعده، وبالتالي المرضى دول كانوا بيعانوا من ان الجيب الصغير اللي موجود في المعده ده مشكلته انه بياخد حيز صغير من الاكل، وبالتالي المرضى كانوا بيغيروا عاداتهم الغذائيه ويحاولوا يعملوا يعني تحول لنوع الغذاء للسكريات، وبالتالي المرضى دول كانوا بعد ما بينزلوا في الوزن بيحصل لهم ارتجاع شديد في الوزن، وبيرجعوا يزيدوا في الوزن. برضو عمليه تدبيس المعده من الاسباب اللي سببت فشلها ان احنا كنا بنكتشف ان كتير قوي من المرضى كانوا بيعملوا تدبيس كان بيحصل لهم ان مكان التدبيس نفسه بيحصل له يعني بيفك، وبالتالي كأن المريض ما عملش اي عمليه. الحاجه الثالثه ان احيانا الجيب اللي بيتعمل ده بيوسع لحد ما يكون معده ثانيه، وبالتالي المرضى معظمهم بيحصل لهم اما ان بيحصل لهم ارتجاع عنيف وزياده في الوزن عنيفه، او ان يحصل لهم نزول عنيف في الوزن ويصاحبه قيء مستمر وعدم يعني العيان في الغالب ما بيبقاش مبسوط من الجراحه نفسها. وبالتالي في عمليه تدبيس المعده ما بقاش اي صفه في الوقت الحالي، بل بالعكس في يعني بعض المؤتمرات العلميه بنقول انها جراحه غير مرغوب فيها، وبالعكس هي تجرم في الوقت الحالي. ودايما اصلاحها بيبقى عن طريق ان احنا بنعمل عمليه تحويل المسار كبديل لاصلاح عمليه تدبيس المعده.